أخبار رياضية لا تفوتك اليوم. شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 فبراير العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يعرض 5 ملايين جنيه لضم كريم العراق من المصري قبل غلق القيد. علي معلول يعود لتدريبات الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد. الأهلي يضم الحارس محمود الزنفلي إعارة 6 أشهر لتعويض غياب الشناوي. الأهلي يضم الحارس محمود الزنفلي إعارة 6 أشهر لتعويض غياب الشناوي. أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، تعاقد النادي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء. قام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد. غياب محمد الشناوي عن الأهلي لمدة 3 أشهر، يخضع خلالها لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم العودة لمباريات فريقه. وكان محمد الشناوي قد تعرض لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من مباراة مصر والرأس الأخضر ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من مباريات أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل ب2 لكل فريق. بعد التعرض لهذه الإصابة جرى تنسيق بين المنتخب الوطني وبين النادي الأهلي ليتم الاستقرار على توجه محمد الشناوي إلى ألمانيا لتلقى العلاج. ناحية أخرى، بات في حكم المؤكد غياب الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها 16 من فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة. تعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مران أمس الجمعة في العضلة الخلفية، وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية